باشمهندس، في حد كاتب كومنت على فيديو بتاع الكاميرا الحرارية، بيقول لحضرتك ان الكاميرا الحرارية ملهاش داعي وممكن يستعمل اللمس. فايه رأي حضرتك في الموضوع؟ لمس ايه اللي يغني عن الكاميرا الحراريه؟ التسريب اللي انا كنت عارضه في الكاميرا الحراريه ده اللي هو 2 ملي امبير او 3 ملي امبير كان عامل سخونه درجه حرارتها 23 درجه سيلوزيه. درجه حراره جسم الانسان 37 درجه سيلوزيه. عشان جسمي يحس بسخونه فلازم تكون درجه حراره الشيء اعلى من درجه حراره جسمي، ولو مقاربه لدرجه حراره جسمي فانا هحس بدفء مش سخونه. فاذا انا عندي شورت عامل درجه حراره 70 درجه، ده شورت كبير فهحس بيه بايدي باللمس. انما لما يكون عندي مكون عامل تسريب او شورت درجه حراره لم تتعدى ال 37، تعدت ال 37، عمل درجه حراره 40 45 درجه، مش هحس بيه طبعا. الرجينه التبخير الرجينه مش هتنصهر، مش هيحصل انصهار للبخار بتاع الرجينه ده لو الشورت درجه حرارته 40 او 45 او 50 حتى. لمس ايه اللي يجيب لي شورت درجه حرارته 40 درجه سيلوزيه؟ الكاميرا الحراريه بقت اداه اساسيه من ادوات صيانه الموبايل لو حد عايز يتميز.